ربع كيلو لحمة هيعمل لك وليمة. البفتيك الكداب على أصوله. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة موفرة جدا وشكلها يشرفك في أي عزومة. وهقولك إزاي تطلعي الكفتة البانيه متماسكة والكفر الخارجي ما يفكش منك أبدا، وهتطلع معاكي مقرمشة من بره ودايبة من جوه. يلا بينا نشوف هنعمل الجمال ده إزاي. بس لو أول مرة تنوريني في مطبخ وديدة، يسعدني جدا انضمامكم لعيلتنا بالاشتراك، وكلامكم الحلو في التعليقات هو اللي بيديني طاقة أكمل وأقدم ليكم كل جديد. يلا تعالوا نشوف. أول حاجة إحنا في الكبة عندنا بصلة متوسطة هننزلها كده في الكبة، نقطعها قطعتين كده تلاتة وننزلها، ومعاها ملح وفلفل أسود. ودي معلقة صغيرة ديمي جلاس. الديمي جلاس حلو جدا في الوصفة دي، وده ربع كيلو لحمة، ربع بس. وحتة ليا صغننة، وبرده ليا مهمة جدا في الموضوع، جزء صغنن قوي. الأول هنحط الليا مع البصل والتوابل لحد ما البصل يبقى خلاص كأنه مبشور قوي يعني. وننزّل ربع كيلو اللحمة، ودي شوية بقدونس صغنّنة أوي، يعني أقل من نُص حزمة كمان. ونبدأ نلفّهم شوية، كده كُلّه اختلط مع بعضه، اللي هي خلاص اتهرت خالص، دابت يعني ما اتخلطت أوي مع البصل والتوابل والبقدونس، وكُلّهم نزلوا مع بعض. والكفتة آخدين بالكم إن اللحمة المفرومة اتضربت أوي، فبقت طرية جدًا ناعمة، وهو ده المطلوب، أنا عايزاها ناعمة كده، ما يكونش فيها أي حبيبات. دلوقتي هننزل ببيضة، ونحط على البيضة طبعًا ملح وفلفل أسود، ونبدأ ندخّلها كلّها جوّه اللحمة المفرومة، نقلّبها كده كويس جدًا لحد ما يكونش في أثر خالص للبيض، تقليب كده على طول لحد ما كل البيضة تختفي جوّه اللحمة. ودي معلقة كبيرة بقسماط، برضه دي حاجة مهمة، هنحط معلقة كبيرة بقسماط، وبرضه هندخّلها كلّها جوّه الكفتة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. نحطها بس في التلاجة مش أكتر من 10 دقايق، ربع ساعة. ولو في وقت ممكن تقعّدوها نُص ساعة يبقى أفضل، بس أنا ما قعدتهاش أكتر من ربع ساعة. دلوقتي بقى هنبدأ إن إحنا بعد ما طلعت من التلاجة، هنبدأ إن إحنا نشكِّلها. بس الأول هنحضّر الحاجة، بيضة وهنحط عليها، أيوه دي بيضة وعليها شوية لبن صغيّرين وملح وفلفل أسود، ده فلفل أسود وده ملح، وبرضه شوية كده نقلّبهم مع بعض لحد ما البيض برضه يختفي خالص. ده إحنا هنعمل كده، وده البقسماط. نحاول بقدر الإمكان نحط البقسماط في حاجة عالية شوية عشان نشتغل براحتنا، ما نبقاش خايفين إنه ممكن يُقع على الرخام، يُقع على الأرض، يوسّخ الدنيا كده، يعني خلّوه في صينية ليها كده حرف علشان تشتغلوا براحتكم. كده إحنا هناخد حتّة كده من اللحمة، وهنعملها كورة زي ما أنتم شُفتوا، وبعدين نعملها بالطول، ونعملها كده نبطّطها بالراحة، بحيث إنها تاخد شكل الإسكالوب اللي هو شكل البوفتيك، تمام، بالشكل ده. إحنا ما بطّطناهاش أوي لإن هي لسه هنبطّطها كويس لمّا تيجي تتحط في البقسماط. نحطها كده على جنب لحد ما نخلّص الكمية بتاعتنا كلّها، زي ما أنتم شُفتوا دايرة، نلفّها كويس، وبعد كده نعملها بالطول ونبطّطها شوية تبقى شكل البوفتيك بالضبط، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هنخلّص بقى الكمية اللي إحنا عاملينها كلّها بتاعتنا دي أهي، الكمية كلّها خلصت. فإحنا هنبدأ بقى دلوقتي إن إحنا نحطها في البيض وفي البقسماط، أهي هننزّلها في البيض، البيض اللي باللبن ده وملح وفلفل أسود أهو. وبعد كده هنشيلها بسرعة ونحطها على البقسماط بالشكل ده، كلّهم كده. إحنا بناخد شوية، شوية، وهنبدأ إن إحنا نقلّبهم بالراحة جدًا بشويش، عشان دي كفتة مش لحمة، فبتبقى ممكن لو إيدنا جامدة شوية ممكن تتقطع. فبالراحة شوية نبطّطها كده بالراحة، وبعد ما ندّيها cover، ناخدها تاني نحطها. إحنا بندّيها مرّتين، يعني بنحطها في البيض والبقسماط مرّتين. دي المرّة الأولى، هنحطها تاني نرجّعها تاني في البيض والبقسماط عشان الcover يبقى تقيل، ويبقى ماسك نَفْسه، يبقى cover ناشف وماسك نَفْسه، مقرمش يعني. ونرجّعها بعد كده في البقسماط تاني، ده الcover التاني أهو. ونطلّع بقى كل الزوايد ونبطّطها كويس وبالراحة. وبعد كده إحنا حاطين على البوتاجاز زيت بيسخن، لازم يكون سخن، وأول ما نبدأ نحط فيه ننزّل الحرارة خالص نخلّيها في النُص، بس في الأول لازم يكون سخن. أهو بنبطّطه زي ما أنتم شايفين كده بشويش، وننزّل كل الزيادات اللي فيه. وزي ما قُلت لكم أخدت بالكم إن دي 2 كفر. خلّصنا كل الكمية وحطيناها شوية برضه في التلاجة، ما فيش كتير في الفريزر، ممكن حتى لو ما فيش وقت 5 دقايق، بس لازم يكون في الفريزر شوية. وبعد كده أهو الزيت على النار، حطينا معاه معلقة سمنة، وهنبدأ لمّا السمنة تسيح يعني تدوب، هنبدأ ننزّل فيها البفتيك الكدّاب أو الكفتة البانيه. هننزّلها كده وما نقلّبش دلوقتي خالص عشان الcover ما يطلعش.
بنستنى لمّا الcover شوية كده ياخد وضعه عشان ما يطلعش خالص، وبعد كده نقلّبه. أهو، هو كده خلاص، بصّيت كده لقيت إن هو أخد لون من تحت، فبدأت إن أنا أقلّبه والنار زي ما قُلت لكم كانت عالية، وبعد كده وطّيتها أول ما حطيت أول واحدة خلّيت النار وسط مش واطية، وسط، اتقلّب أهو وcover لونه حلو جدًا، هنستنى بقى شوية تاني لحد ما ياخد cover من الناحية التانية، وبعد كده نطلّعه على مصفى، بلاش تطلّعيه على مناديل، المناديل هتخلّي الcover يطرى، نطلّعه على مصفى، ده الشكل النهائي بعد ما خلّصنا الكمية كلّها، ده ربع كيلو لحمة، بُصّوا عملت وليمة، عملت كمية، فتكفّي الأسرة كلّها يعني، زي ما أنتم شايفين شكله حلو جدًا، واللي يشوفه من أول نظرة كده يفتكر إن هو اسكالوب بانيه أو بوفتيك مش كفتة، فالشكل من اللمحة الأولى كده أول ما هتقطعيه هتفهمي إن هو من جوّه لحمة مش كفتة، إن هو كفتة مش لحمة sorry. ده الشكل النهائي حلو جدًا، اللون تحفة والcover متماسك، وهتشوفوه دلوقتي لمّا هيتقطع هتشوفوه من جوّه عامل إزاي، حلو أوي باتمنى تجرّبوه. عارفين إن الأكلة دي هي عنوان الشطارة والتدبير في بيوتنا؟ المصريين طول عمرهم ملوك في ابتكار أكلات تخلّي القليل كتير والبركة تملى البيت. البفتيك الكدّاب ظهر كحل ذكي علشان نقدّم طعم اللحمة البفتيك أو الاسكالوب بطريقة اقتصادية ومغذية لكل أفراد العيلة، ومع مطبخ وديدة هنحوّل اللحمة المفرومة لقطعة بفتيك تجنن، بريحة وطعم يرجعونا لأيام اللمة والخير بكل حُب. إحنا عملناه مع مكرونة سباكيتي وبطاطس محمّرة، شايفين الشكل قد إيه بيشهي وجميل؟ البفتيك تحفة والمكرونة طبعًا المكرونة كلنا بنعرف نعمل مكرونة، وبطاطس محمّرة، أنا قدّمت الوجبة مع البطاطس والمكرونة، ممكن حاجة واحدة، ممكن بطاطس بس وعيش، ممكن مكرونة بس من غير بطاطس، بس أنا حسّيتها كده كلّها وجبة متكاملة، شايفين قد إيه هي حلوة؟ إيه رأيكم؟ تحفة أوي، بُصّوا على اللون الدهبي المتماسك، ما فيش أطعم ولا أحلى من كده، مع شوية مكرونة وبطاطس محمّرة، بجد أكلة تشرّفِك وتفتح النِفس. بُصّوا بقى لمّا نفتح cover ناشف ومتماسك عشان إحنا ادّينا له مرّتين نزل في البيض والبقسماط وعملنا له 2 cover يعني، ومن جوّه أطرى، أطرى كمان من البفتيك، يعني البفتيك اللحمة أوقات بتبقى ناشفة شوية، لأ ده كمان أطرى وأطعم، لإن اللحمة متطعّمة كويس أوي، لحمة اللحمة المفرومة إحنا مطعّمينها كويس جدًا، فكمان والله طعمها كمان أحلى من البفتيك، والولاد هيحبوها جدًا، لإن الولاد أوقات ما بيحبوش أو ما بيعرفوش أوقات ياكلوا اللحمة لو ناشفة شوية، لكن دي طرية وحلوة، ومن جوّه بُصّوا قد إيه هو الcover متماسك واللحمة طرية وجامدة جدًا طعمها تحفة، ما فيش أطعم ولا أحلى من كده، مع شوية مكرونة بالصلصة أو بطاطس محمرة، بجد أكلة تشرّفِك وتفتح النِفس، جرّبوها بطريقتي وبألف هنا.